السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، صباح الفل على أحلى وأجمل مشتركين ومشاهدين القناة. فيديو جديد من منارة الهواي. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم، ازاي نحافظ على البيت واشيله لحد ما يبقى فيه تحضين جاهز، وازاي بنخلي ان الحصوتين يفكوا في وقت واحد ويطلعوا الزغلولين بحجم واحد، وهنشوف على الطبيعة. تعالوا معانا نستمتع بفرخ وحب الحمام وبعيش الحمام. حبايبي اخواتي وابنائي الاعزاء، النهارده موضوعنا جميل جدا، من اهم اسرار الفرخ واسباب نجاح الحمام. ازاي بنحفظ البيضه وامتى بنشيلها وازاي بحضنها، كلها تفاصيل دقيقه وكويسه تفيدنا في الفرخ. خلي بالنا من الحاجات دي كويس عشان نقدر نحافظ على البيت. ما عنديش تحضين، اتصرف ازاي، هشيل البيت في ايه، وضع ايه، كل الكلام ده هنقوله ان شاء الله مع حضرتك. الحمام حصة الاولى انا بحضن له، شغال بطريقة التحضين. ببدأ اخد الحصواية الاولانية في ربطتها. الحصواية الاولى اهي في ربطتها عشان اضمن ان الزغلولين يطلعوا مع بعض. اول ما تقرب تحصي الحصوايه بشيل البيضه، ما خليهاش تقعد عليها او تربط عليها عشان البيضه ما تشتغلش. عندي الكرتونه بتاعت بيض الفراخ، عادي جدا ان احنا موجوده وببلاش وبتترمى، ومعموله بطريقه ان البيضه تتحط بوضع راسي، ودي لها مدلول كبير وان الكرتون معمول بالطريقه دي. ليه؟ لقوا ان البيضه لو اتحطت في الوضع الافقي كده على جنبها البيضه هتبوظ. يبقى عشان نحفظ بيض البيض باجي، لو انا عندي بيض كتير باجي بقلم في الماستر اكتب رقم الطيره ورقم الذكر عشان ما يتلخبطش البيض مع بعض. بحط البيضه في الوضع الرأسي واحطها في مكان مفيهوش شمس مفيهوش حرارة عشان البيضة ما تبوظ. وكل 12 ساعة أبدأ أقلب البيضة في الوضع الرأسي في الاتجاه التاني. يبقى بقلب البيضة، ترى لسه ما بيضتش البيضة التانية. أول ما البيض ترى على البيضة التانية هاخد البيضة التانية هتبقى سخنة. لو انا جيت حطيت البيضتين لقص التحضين، في بيضة دافية وبيضة انا شايلها ساقعة، مين اللي هتشتغل الاول؟ البيضة اللي لسه متباضة درجة حرارتها عالية، هي دي اللي هتشتغل قبل البيضة الساقعة. بكده هيطلع الزغلولين مش في وقت واحد. انا عايز الزغلولين يطلعوا في وقت واحد عشان ياخدوا التلبين مع بعض، ما يبقاش في زغلول كبير وزغلول صغير. وديت اللي هتدينا الصلاحية ان احنا نحافظ ان البيضتين يفكوا في توقيت مع بعض او فروقات بسيطة. بنحافظ على البيضة دي لمدة قد ايه؟ ممكن 4 ايام مع التقليب كل 12 ساعة في الوضع الرأسي للبيضة. يبقى البيضة، في واحد يجيب لك طبق في جرش ويحط البيضة على جنبها ويركنها، طبعا الكلام ده غلط. الوضع الصح للبيضة الوضع الرأسي عشان ما يحصلش ترسيب للإخصاب أو التلقيح اللي موجود في البيضة. سبحان الله، البيضة في الوضع الرأسي ما تقدرش، لو مسكت بيضة فراخ حبيت تكسرها ما تتكسرش. في الوضع الرأسي الوضع الطبيعي والوضع الصح ان احنا نحفظ بيه البيضة. تعالى نشوفوا كده الزغاليل في حجم واحد ولا في فرق ما بين الزغلولين. نشوف مع بعضينا والطريقة اللي انا عملتها للبيض حصل صح ولا غلط.
بص حضراتكم اهم زغلولين مقاس واحد، وده جه نتيجة ان انا حطيت البتين واشتغلوا في نفس الوقت. كلها حاجات بسيطة، فنيات بسيطة بس تنجحك في الفرخ. لو الزغلول طلع قبل التاني هيبقى واحد كبير واحد صغير، يبقى انت كده العش عندك هيطلع زغلول واحد والزغلول التاني يطلع ضعيف. وفي حالة ان هو يطلع ضعيف يبقى ملهوش لازمة، عشان انت عايز حاجة زغلول مصحح، زغلول صحته كويسة، ريشه كويس عشان تعرف تنشه. يبقى انت كده بتفقد زغلول في كل عش. الزغلولين مش هيطلعوا بصحة كويسة، هيطلع واحد والتاني هتذبحه يا يطلع ضعيف ولا يصلح للتجربة. فكلها فنيات بسيطة وحاجات ممكن ناس كتير تكون عارفاها وممكن بتفوت على ناس. فاحنا بنحاول ونحب نوصل لكم كل حاجة بكل أمانة، واللي احنا بنجربه واللي احنا شفناه في الفرخ، وأهم فنيات فرخ الحمام. شكرا ليكم وشكرا لتعليقاتكم ولايكاتكم واستماعكم ومشاهدتكم الجميلة، وإن شاء الله مكملين في سلسلة الفرخ والمتابعة السلاكة وفكر جديد في غاية الحمام. نفكر بمنظور تاني وشكل تاني ونعيد ترتيب حساباتنا تاني في غاية الحمام في كل حاجة. حبنا في الحمام، اطلاعنا على الأبحاث وعلى ايه اللي بيتكلم عليه العالم في غاية الحمام. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ومعلوماتنا المتواضعة، وبشكركم على حسن استماعكم وتعليقاتكم الجميلة ومشاهدتكم. نتقابلوا إن شاء الله في الفيديو القادم وحاجات مفيدة جميلة في غاية الحمام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.